السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. مرحبا بكم مجددا على قناتي وقناتكم وصفات بسيطه من مطبخي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو جديد اللي هو الطاجين ديال السردين بالبصله والزبيب، واحد الطاجين اللي كيجي رائع. اكيد البنات الا جربتوه غادي يعجبكم. نتمنى اللي شاف لا فيديو وبطبيعه الحال عجبو نتمنى انه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يتوصل كل جديد فضلا وليس امر. كنشكركم جزيل الشكر على التعليقات الرائعه اللي كتخليو لي، كنقول لكم شكرا، الله يحفظكم. ونتمنى من الله في هاد العشر الاواخر يتقبل الله الصيام ديالنا والقيام ديالنا ويعتق رقابنا من النار ويجعلنا من الفائزين بالجنه حنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رحمن يا رحيم. نبداو على بركة الله، نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. كما كتلاحظوا معايا البنات في لا فيديو عندي المقادير اللي موجوده في كل كوزينه، ماشي شي مقادير صعيبه، مقادير بسيطه كما كتشوفوا معايا. وكما كنعرفوا يعني في رمضان يعني كل طبله مغربيه يعني كتكون فيها الوصفه ديال الحوت، اما كيكون مقلي اما كيكون طاجين، كل واحد على حسب الرغبه ديالو. انا غادي نشارك معكم الطاجين ديال البصله والزبيب اللي هو واحد الطاجين اللي كيجي رائع. مقادير يعني جد بسيطه. نشوفوا نبداو على بركه الله. عندي هنايا السردين من بعد ما غسلته واحد الكميه ونقيت وحيدت السلسول ديال الظهر. عندي بصله اللي مقطعه لدوائر، عندي القزبر البلدي اللي كيعطي واحد النكهه رائعه لهذا الطاجين، عندي الخرقوم، عندي الابزار، عندي سكينجبير، عندي التحميره وعندي الكمون، وما نساوش الملحه وكذلك ما نساوش الزبيب. يعني هادو هما المقادير باش غادي نديروا هاد الوصفه ديالنا اللي كما سبقت وقلت لكم كتجي رائعه. نتمنى انكم تجربوها واكيد غادي تعجبكم. غادي ناخذ الطاجين كما كتشوفوا معايا في لا فيديو، يعني الطاجين على قد الافراد ديال العائله اللي عندي. غادي ناخذ البصله اللي قطعتها لدوائر، غادي نديرها مباشره في الطاجين. غادي نحاول نقاد البصله ونستفها باش نخليو البلاصه للسردين كما غتشوفوا معايا. ندير الكميه اللي عندي وصدقوني البنات هاد الطاجين كيجي واعر، كيجي رائع. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في التعليقات ولما لا. غادي كما قلت لكم غادي نقاد البصله وغادي نجيب الكميه ديال السردين اللي عندي، غادي نستفها وغادي نكملوا الوصفه ديالنا كما غتلاحظوا معايا. غادي ناخذ القزبر اللي كما قلت لكم قزبر بلدي اللي طري، شديته غسلته قطعته رقيق كما كتشوفوا معايا، درته في هاد الزلافه. غادي نضيف له العطريه، غادي نضيف نص معلقه ديال الخرقوم اللي كيعطي يعني صحي وكيعطي اللون. غادي نضيف نص معلقه ديال الكمون حتى هو اللي كيعطي حتى هو واحد النكهه جد رائعه للسردين. يعني بلا كمون يعني السردين ما كيجيش هو هذاك، يعني السردين هو الكمون. غادي نضيف واحد الكميه، غادي نضيف الابزار حتى هو تقريبا نص معلقه، وغادي نضيف 2 معالق ديال التحميره على حساب اللون، وغادي نضيف نص معلقه ديال السكينجبير. تقريبا كلشي درنا نص معلقه نص معلقه. والابزار انايا درت الطاجين شويه حار، يعني اللي ما يبغيش ياكل الحار ما يديرش نص معلقه كامله. نضيف شويه ديال الزيت كما كتشوفوا معايا في لا فيديو، وما نساوش الملحه هي المكون الاساسي كذلك. يعني صراحه العطريه يعني حاجه كتكمل حاجه. غادي ندير الكميه ديال الملحه اللي غادي تكفيني، وغادي نبدا نخلط هاد العناصر كامله مع بعضياتها. القزبر البلدي كما قلت لكم البنات كيعطي واحد النكهه جد رائعه لهاد الطاجين، يعني كيحمق. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه يعني وتنال الاعجاب ديالكم وصراحه تعجبكم.
كما شفتوا معايا دابا خلطت العناصر كامله. غادي نضيف لها نص كاس ديال الماء، هو اللي غادي نطيبوا به الطاجين. يعني ما غاديش نكثروا الماء باش يطيب الطاجين يعني على حقه وطريقه. غادي نضيف نص كاس ديال الماء صغير كما غتشوفوا معايا في لا فيديو، وغادي نحرك العناصر كامله حتى يعني تخلط لنا العطريه والقزبر مع داك نص كاس ديال الماء. كما كتشوفوا معايا الكاس غير ديال القهوه داك الصغير، وغادي نحرك العناصر كامله تخلط مع بعضياتها. اللي كان اللي عندها زيت الزيتون دير زيت الزيتون حتى هي كتعطي واحد النكهه جد رائعه. انا دابا الزيت ما بقاش عندي، اكتفيت غير بالزيت النباتيه. نحرك العناصر كامله كما كتشوفوا معايا في لا فيديو، وغادي من بعد ما غادي نحرك مزيان غادي نخلي هاد الزلافه جانبا باش غادي نكمل الوصفه ديالي ان شاء الله. بقاو متبعين معايا خطوه بخطوه نكملوا يعني التحضير ديال هاد الطاجين. غادي ناخذ البصله وغادي نبدا نستف هذاك الحبات ديال السردين. كيبقى تستف كل واحد على حسب الطريقه والرغبه ديالو. انا كتعجبني هاد الطريقه بزاف، وكما كتشوفوا معايا عندي كميه قليله. غادي نستف السردين كامل اللي عندي. يعني واخا كنقيو كيبقى فيه شويه ديال الشوك. دابا غادي ناخذ الخلطه اللي عندي، هذا الخليط، وغادي نبدا نكبو على السردين وعلى البصله. ما نخلي حتى بلاصه كل جهه كنعطيها حقها في هذا الخليط. يعني الطريقه جد رائعه، ويعني وحتى المذاق رائع. نتمنى ان هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. كما قلت لكم دابا يعني هذا هو الكميه ديال المرق ديالو. ما غادي نزيد لا ما لا والو. كنكتفيو اننا نقصوا البوطه، يعني كيطيب على نار مهيله باش كياخد يعني خاطرو في الطياب. وكيف ما كنعرفوا البصله كتطلق الماء. غادي نخليه جانبا. غادي نشعل البوطه. غادي ندير عفوا الزبيب قبل ما ننسى كما كتشوفوا معايا في لا فيديو. من بعد ما غسلته مزيان وخليته شويه يعني رطب في الماء، غادي نزين به هاد الطاجين ديالنا كما تشوفوا معايا. ندير الكميه اللي عندي. غادي نخلي الطاجين جانبا، وغادي نشعل البوطه وغادي نقسلها. الطاجين انا ما نديروش على البوطه هكا، غادي ندير طويجينه باش كتقلو، يعني باش كيطيب على نار مهيله. وغادي نخليوه الوقت الكافي باش يطيب، ونوليو ان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا الطبق النهائي ديالنا. ونوليو نرجعو من جديد باش نشوفوا الطبق النهائي ديالنا. هذا هو الطبق اللي تحصلنا عليه من بعد ما شفتوا معايا جميع المراحل من المقادير، الطريقه ديال التحضير يعني خطوه بخطوه. واحد الطاجين البنات اللي كيجي رائع، خاصه المقادير اللي فيه القزبر البلدي. طاجين اللي جا واعر واعر واعر. نتمنى البنات انكم تجربوه من الاعجاب ديالكم، خاصه في هذا رمضان. كان نجدد مره اخرى كنقول لكم عواشر مبروكه، والله يتقبل الصيام ديالنا والقيام ديالنا، ونتمنى من الله انه يعتق الرقاب ديالنا في هذا الشهر الفضيل وفي هذا العشر الاواخر من رمضان، ويجعلنا من الفائزين بالجنة احنا وجميع المسلمين والمسلمات. عيد مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله، تبقوا على خير.